مطار دمشق وحلب خارج عن الخدمة. مطار دمشق وحلب رجع إلى الخدمة. مطار دمشق وحلب كمان خارج عن الخدمة، وميل يغزيل ويغزيل ميل. وطبعا الغزيل اللي عنا دائما محتفظ بحق الرد، بالعكس ما بيرد على إسرائيل، بيرد على إدلب. لك يا أحول هون مو إسرائيل، هون إدلب، نحن سوريين مثلنا مثلك. لا ونحن بنتفوق عليك بالوطنية كمان، لأنه نحن ما قتلنا شعبنا، أنت اللي قتلتنا. فأنت بدل ما تروح تقصف على إسرائيل عم تخربط، لأنك واحد أحول وما فيك كرامة، فأنت عم تنتقم من إسرائيل فينا نحن. طبعا إسرائيل عم تقصفك بعد ما تبين لها أنه رقبتك الطويلة بتتحمل طيارات كتير، فما في داعي للمطارات وما في داعي للبحترة. يعني الصبح بيترمم المطار وبيرجع للخدمة، المساء بترجع بتقصفه إسرائيل وبيطلع خارج الخدمة. لك حتى الطيارات قلبت على ظهرها وصارت تضحك عليك، لأنه أنت حدا ممسحة، أنت حدا حقير وتافه وندل، ما بيقدر يرد على إسرائيل. يعني بكفي أخذ دور الضحية، بكفي مقصود وجهك قدام الموالين تبعك يا رمز الوطنية، يا رمز المقاومة والممانعة بالنسبة للموالين تبعك. يلا رد على إسرائيل يا أحقر من في الدنيا وأنذل بني البشر، رد.